كوكو ميزامي، واش حوالكم؟ لاباس؟ انا لاباس الحمد لله. اليوم جيتكم بوصفه سهله اللي هي عباره عن بطاطا طلع ولا غراتا في الفرن. اول حاجه عندنا بصله كبيره نحطوها مع شويه زيت وشويه فلفل حار وشويه دبشه، نخليوها هكا مليح ونزيدو لها شويه ثوم وشويه توابل دجاج وملح ونحطوها على جانبا. وعندنا في مقله خلاف عندنا بطاطا عباره عن 3 حبات نقسموهم هكا مربعات ونقليوهم، ومن بعد كي نقليوهم ونخلصوا نجيبو صحن كبير هكا ونحطو بطاطا، البصله تاع قبيل، وعندنا عظام وعندنا فرماج وعندنا زيتون وعندنا دبشه، واهم حاجه اللي هي الفرماج. نحطو شويه ملح وشويه فلفل اسود ونخلطوا المكونات كامل مع بعضها. هنا تحبوا تحطوا مثال دجاج، المهم الشي اللي تحبوا تحطوه. نخلطوا المكونات كامل مع بعضها. معايا هنا البصله تقبيل اللي طابت والدبشه والفرماج والطماطم قطع، الزيتون والبطاطا. انا هنا البطاطا كما قلت لكم استعملت 3 حبات، والبيض استعملت حوالي 5 ولا 6. ضكا كي نخلصوا من الخلاط هذا نحطوهم في ليمول. انا كانوا عندي هذو ليمول، عندي 3 حطيت فيهم. اللي يحب يديرها في مول كبير اكيد كيما يحب. بعد ما نحطوهم في ليمول نحط لهم شويه فرماج من فوق ونحطوهم يطيبوا. هذو هما نخليهم يطيبوا مليح حتى الحجم تاعهم يتضاعف. في الفرن راح يزيد الحجم تاعهم منه العظام يطلعوا. وصفه سهله وبنينه بنينه بنينه بزاف، ننصحكم انكم تجربوها. المهم هذه هي الوصفه تاع نهار اليوم. من بعد كي طيب تحبوا تقلبوها هكا تحطوها في صحن وتحطوا فوقها المايونيز تجي بنينه تهبل. المهم نتلاقاو ان شاء الله في فيديو الجاي عما قريب. مع السلامه.